يا أهلا بيكم. كتير مننا سواء لسه بيفكر يدخل مجال الذكاء الاصطناعي أو طالب عنده مشروع تخرج أو حتى مهندس خبرة وعايز يفهم إيه قصة ال AI دي، كلنا تقريبا بنقف عند نفس النقطة وبنسأل نفس السؤال. السؤال الأبدي أبدأ منين؟ كمية المصادر اللي موجودة، الكورسات، المقالات، الفيديوهات، يعني حاجة تخض بجد. الواحد بيحس إنه تايه في محيط معلومات كبير قوي ومش عارف يبتدي من أنهي شط. واللطيف إن الإحساس ده مش بس عند اللي لسه بيبدأوا، لا خالص. بصوا على الاقتباس ده من مقدمة الكتاب اللي هنتكلم عنه النهاردة. اللي قايل الكلام ده هو رئيس قسم هندسي في شركة تصنيع، يعني شخص خبير وتقيل في مجاله، ورغم كده بيقول أنا ببتدي من الصفر. فالإحساس ده لو عند أي حد فينا ده طبيعي جدا ومفهوم. طيب والحل إيه؟ الحل إننا نلاقي خريطة أو دليل نمشي وراه. والنهاردة هنتكلم عن واحد من الأدلة دي، كتاب اسمه Applied Machine Learning and AI for Engineers. هنقلب فيه مع بعض ونشوف هل الكتاب ده هو الخريطة اللي بندور عليها فعلا ولا لأ. تمام، خلونا بقى نفتح الخريطة دي ونشوف متقسمة إزاي. عشان نحكم على أي كتاب أو أي كورس لازم نفهم الأول هو بياخدنا في رحلة شكلها إيه، بيبدأ منين وبيوصلنا لفين. الكتاب ببساطة عبارة عن رحلة من محطتين. المحطة الأولى الأساسيات، يعني الماشين ليرنينج الكلاسيكي وبيستخدم أداة عملية جدا ومشهورة اسمها scikit-learn. بعد ما الأساس ده يبقى تمام ياخدك للمحطة التانية ال AI الحديث الديب ليرنينج، وهناك بيستخدم أدوات أقوى زي كيراز وتنسورفلو. الترتيب ده منطقي جدا ومثالي لأي حد لسه بيبدأ. والصورة دي بتلخص القصة كلها. ال AI ده هو الدايرة الكبيرة المظلة الواسعة، جواها في دايرة أصغر هي الماشين ليرنينج، وفي قلب الماشين ليرنينج بنلاقي الديب ليرنينج، وده يعتبر هو المحرك الأساسي لل AI الحديث النهاردة. الكتاب بقى بياخد الواحد في رحلة من بره لجوه، وده بيخلي الفهم متكامل ومترتب. طيب مستوى الكتاب إيه؟ هل لازم أكون خبير عشان أقراه؟ الإجابة لأ. الكتاب ده معمول بالأساس للمستوى البيجنر تو intermediate، يعني هو مصمم إنه ياخد الواحد من إيده من الصفر. فلو حد لسه بيحط رجله في المجال دي ممكن تكون بداية ممتازة ليه. تمام، كده عرفنا الكتاب بيتكلم عن إيه. بس في سؤال أهم، هو بيتكلم إزاي؟ طريقة الشرح نفسها وفلسفة الكاتب هي دي اللي ممكن تحول كتاب من مجرد كلام نظري لكتاب ممتع ومفيد فعلاً. خلونا نتعرف على شخصية الكتاب ده. الجملة دي اللي قالها ابن المؤلف عنه بتلخص كل حاجة. فلسفة الكاتب كلها قايمة على سؤال واحد بسيط بيسأله لنفسه: لو أنا أول مرة أسمع عن المفهوم ده، إيه أحسن طريقة يتشرح لي بيها؟ التفكير ده اللي هو بيحط نفسه مكان القارئ هو اللي بيخلي أصعب الأفكار تبقى سهلة وواضحة. فشخصية الكتاب نقدر نلخصها في كام نقطة كده. أول حاجة، بيركز على الانتويشن، الفهم بالمنطق، أكتر من إنه يغرقنا في معادلات رياضية معقدة. تاني حاجة، مليان أمثلة من العالم الحقيقي عشان يربط النظرية بالواقع. تالت حاجة، ودي الأهم للمهندسين بالذات، مفيش فكرة بيشرحها إلا ومعاها كود تقدر تشغله بنفسك وتشوفه بعينك. وطبعاً بيبدأ من الصفر، واحدة واحدة بيطلع بالمستوى. هو كتاب مكتوب للناس اللي بتحب تبني حاجات بإيديها. ممتاز، كده معانا الخريطة ومعانا المرشد اللي فلسفته مريحة جدا. نيجي بقى للسؤال المهم، إيه هي آخر المحطة؟ يعني بعد ما نخلص الرحلة دي هنكون بنعرف نعمل إيه بالظبط؟ إيه المهارات العملية اللي هنطلع بيها؟ الهدف واضح جدا، من النظرية للتطبيق. الكتاب ده مش عايزنا نحفظ مفاهيم وخلاص. الهدف إن الواحد يتعلم إزاي يبني نظام سيستمز حقيقية بتحل مشاكل بنشوفها كل يوم. يعني بعد الكتاب ده الواحد هيبقى فاهم الميكانيكس ورا أنظمة بتعمل حاجات مدهشة، زي إنها تكشف عمليات الاحتيال على كروت البنك في نفس اللحظة، أو تتنبأ إن في مكنة في مصنع هتعطل قبل ما تعطل فعلاً، أو حاجات بسيطة بنستخدمها يومياً زي فلاتر السبام في الإيميل، أو إنه يتعرف على الوجوه في الصور. والأجمد من كده إنه يخلي الكمبيوتر يوصف صورة ويكتب تعليق عليها لوحده. وده مثال حي من الكتاب. تخيلوا نبدأ بصورة زي دي، والسيستم اللي اتعلمنا نبنيه يقدر يبص عليها ويكتب من نفسه a body of water with a duck and a building in the background. تخيلوا قوة حاجة زي دي في تطبيقات تانية. الكتاب بيخلي الهدف ده مش خيال علمي، لا، بيخليه حاجة في المتناول. أوكي، دلوقتي الصورة بدأت توضح، بس عشان ناخد قرار صح مهم قوي نحط الكتاب ده جنب مصادر تانية ونقارن، زي ما يكون معانا بوصلة كده بتساعدنا نختار الطريق الصح لينا وسط كل الطرق المتاحة. المقارنة دي بتلخص الفروق الأساسية. على الشمال كتابنا النهاردة Applied ML for Engineers، ده بيركز على التطبيق العملي، الانتويشن، ومعمول للمهندسين والمطورين. الهدف بتاعه يلا نبني سيستم شغال دلوقتي.
رياضيات قليلة، تطبيق كتير. على اليمين في نوع تاني من الكتب النظرية. دي بتركز على الثيوري والرياضيات العميقة، معمولة أكتر للريسيرش ساينتستس أو الناس اللي عايزة تفهم كل حاجة من أول مبادئها. الاختيار هنا مش أحسن وأوحش، الاختيار هنا بيعتمد على الهدف. طيب، وصلنا للآخر. بعد ما شفنا الخريطة وعرفنا المرشد وشفنا المحطة النهائية، نيجي بقى للخلاصة. هل الكتاب ده هو الدليل المناسب؟ السؤال هو، هل المفروض نقرأ الكتاب ده؟ الإجابة ببساطة أيوة وبقوة. لو الشخص مهندس أو مطور أو طالب وبيتعلم أحسن بالتطبيق العملي، لو حد عايز يبني تطبيقات AI حقيقية وبسرعة وبيحب يشوف نتائج وكود شغال قدامه، يبقى ده الكتاب المناسب ليه. أما بقى لو الهدف هو الغوص في النظريات الأكاديمية وفهم كل إثبات رياضي ورا كل ألجوريثم، يبقى لأ، الكتاب ده مش هيكون أفضل اختيار. ساعتها في مصادر تانية متخصصة في الجانب النظري بشكل أعمق. طيب، لو خلاص حد قرر إن الكتاب ده هو نقطة البداية، إيه اللي ممكن يعمله بعد كده؟ مهم دايماً الواحد يبقى باصص على الخطوة الجاية. الكتاب نفسه هيفتح أبواب لمواضيع أعمق، يعني مثلاً في فصول بتتكلم عن ال MLOps وال ONX، ودي مواضيع خاصة بإزاي ناخد الموديل من مرحلة التجربة لمرحلة الإنتاج الفعلي، أو فصل عن ال AI as a Service. وبعدها ممكن الواحد يدور على كلمات مفتاحية زي Transfer Learning و Transformers و BERT. دي أسماء تقنيات اللي قائم عليها كل التطور اللي بنشوفه النهاردة. وممكن كمان يقرأ كتب تكميلية زي Practical MLOps. وفي الآخر بعد ما الخريطة بقت موجودة، السؤال مش هو أبدأ منين، السؤال بقى إيه أول مشكلة حقيقية هنستخدم الأدوات دي في حلها؟ الإمكانيات حرفياً ملهاش حدود، والرحلة يدوب لسه بتبتدي.